ماذا استفاد أهل غزة من هذه الهرطقات؟ أنت عندك شوية صواريخ سلمك الحرس الثوري، هو يقوم بإطلاقها واختيار الأهداف واختيار الأوقات، أنت لا فقط يطلع سريع يعلن عنها. كلها أتت تهريب ودخلت اليمن وتنفذ أجندة الحرس الثوري وإيران. ما سمعناش أنها أصابت هدف حقيقي داخل إسرائيل. سمعتوا أنها أصابت هدف داخل إسرائيل؟ ما فيش. قتلت جندي إسرائيلي؟ ما فيش. هو منتشي الآن وتبرع باسم أنه استهدف إسرائيل وضرب إسرائيل والسفن في البحر الأحمر. لم تؤثر شيء في معركة غزة، بينما أهل غزة الآن يحتاجون المعونة، يحتاجون الدواء، يحتاجون العلاج، يحتاجون الغذاء، يحتاجون الدعم الحقيقي لإيقاف الحرب إيقافا كاملا، لا لتصعيدها وتشعيلها. عندنا حسن نصر الله يتمنى وهو جندي في الساحل الغربي يقاتل، وعندنا عبد الملك يتمنى له في حدود فلسطين يقاتل، وكل واحد يتمنى للثاني.